انا شايف نفسي فين كمان 5 سنين. هل ابقى هناك ولا لا؟ I don't know, you never know. بس اللي انا متاكد منه ان انا I'm planning ان انا اروح هناك, ان انا بأهل نفسي ان انا اروح هناك في المكان اللي انا عايزه, ان انا باخد كل الستبس توديني هناك عشان افهم فلوس. اهلا بيك فريد فلاج معانا النهارده. احنا مبسوطين بيك جدا. وانا والله. النهارده هنتكلم عن حاجه لذيذه جدا. اتفضلي. العلاقات التوكسيك اللي في الشغل. اوكي. بس الاول حابين انك تعرفنا بنفسك. في الشغل ولا في الحياه؟ في الشغل. انا شريف الجمل, CEO شركه بلوك 89. بس بقالك قد ايه في الماركت؟ بقالي في الماركت من 2015. اوكي. بقالي حبه حلوين في الماركت يعني, بس يعني حلو يعني. بقى 10 سنين دلوقتي. نقلت شويه, بقيت بين مصر وبين دبي اكتر يعني. بقيت مش مركز قوي في مصر 100%. بقى تركيزنا الاكبر على السوق الاماراتي. اوكي حلو قوي. طيب حابب تدينا كومباريزن كده لذيذه ما بين السوق في مصر او الريل استيت في مصر عامل ازاي والريل استيت في دبي؟ بصي, هو اونستلي الريل استيت في مصر قوي جدا جدا جدا, من اقوى الدول العربيه فعليا يعني. اوكي. والريل استيت في الامارات برضه قوي جدا, بس ده حاجه وده حاجه تانية خالص, هما كومبليتلي ديفرنت يعني. اللي بيستثمر في مصر بيستثمر اكتر عشان حته الريسيل, عشان يبقى عنده ريسيل فاليو, ان هو لما بتيجي تعمل اعاده بيع فلوسك بتزيد جامد جدا, فالكابيتال ابريشيشن بيبقى عالي, فبيجي لك دخل اكتر يعني, بيجي لك زي مكسب اكبر زي ما بيقولوا من الريسيل في حاله الريسيل. اوكي. في دبي الموضوع مش لعبه ريسيل, في دبي لعبه ايجار. انت بتجيب هنا في مصر عقار عايز تاجره, الار او اي بتاعك او العائد الايجاري بتاعه ما بيبقاش اعلى حاجه مقارنه بدبي. دبي انت بتعمل افريج 8% في السنه, ده الثابت لو انت بتاخد حاجه لونج تيرم, لو هتاجر حاجه لونج تيرم يعني, وبتاخد افريج 12% ل 14% ساعات بتوصل لو حاجه شورت تيرم, لو هتاجر العقار بتاعك ده اير بي ام بي او حاجه هوليداي هومز يعني, حاجات فيكيشن هومز يعني. فهو ده الفارق الاساسي بين الشغل او بين العقارات في الامارات او في العقارات في مصر. هي اللعبه في مصر اكتر لعبه ريسيل وانفستمنت, على اللي هو انت بتجيب حاجه وترجع تبيعها تاني. في الامارات لا, انت بتجيب حاجه وتاجرها, لان هناك الريسيل ماركت مش اقوى حاجه يعني. اوكي حلو قوي. يعني هناك في دبي عامه هم قايمين على قصه الرنتنج اكتر طبعا, لان هي اصلا دوله قايمه على المغتربين, او دايما قايمه على الناس اللي جايه من الخارج, جايه تعيش هناك لفتره, جايه تفتح بيزنس, جايه تقعد تشتغل هناك, على السياحه. طبعا هي بلد سياحيه قويه جدا 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 يعني. دبي مول السنه اللي فاتت كان اكتر مكان في العالم الناس زارته, دخلوا 105 مليون بني ادم السنه اللي فاتت, وده حاجه يعني ريكورد هم كانوا عاملينه يعني. ان في مول يخشوا 105 مليون بني ادم في سنه, ده رقم مهول يعني. بما انك ما بين الماركت ريل استيت بتاع مصر وبتاع دبي, اوكي. زمان كان في جابينج كبير ما بين الاسعار في دبي والاسعار في مصر. اوكي. with الانفليشنز اللي حصل الفتره دي, دلوقتي الاسعار اولموست واحده, وبقت قريبه جدا. بصي, هي مش بس اسعار واحده, هي اسعار قريبه جدا فعلا زي ما انت بتقولي, بس الاحلى من كده ان هناك بيسلمك متشطب بالتكييفات, بالمطبخ, باجهزه المطبخ, بالكيتشن كابينتس, literally plug and play يعني. انت بتاخدي البيت, كل دورك تعمليه ان انت تحطي فرنتشر وتبداي ايجار البيت على طول. فهو هناك بيساعدك قوي ان انت يعني, هو بيساعد المستثمر. هو هناك سوق مستثمر, هو عارفين هناك ان اكتر حاجه مطلوبه, الديماند عالي جدا على الايجارات هناك بشكل مرعب. انت لو نزلتي يونت صعب جدا انك انت تلاقي اليونت دي ما تاجرتش لمده شهر يعني. حاجه مستحيله تقريبا يعني, غير لو انت. وهناك مش حاجه اسمها اوفر برايس, مش حاجه اسمها يعني, هي في حاجه اسمها برايس رينج للمنطقه يعني. هم هناك احنا لو عرفنا نوصل ان احنا نبقى منظمين زيهم, هتفرق جامد جدا في السوق العقاري المصري على فكره, لان هو ده اللي مخليني, او ده اللي خلاني اروح هناك, ان انا شفت الموضوع هناك منظم بشكل رهيب. في حاجه اسمها دبي لاند ابارتمنت, او اللي هي دائره الاملاك والاراضي, دي المنظمه المسؤوله عن كل حاجه تخص العقارات في الامارات, من اول البروكر لحد الديفلوبر لحد المشروع. فبيسكلي انت مثلا لو انت ديفلوبر اكس عايز يفتح مشروع, هو لازم بيعمل حاجه اسمها اسكرو اكاونت بينه وبين الدوله,
مش انت بتدفعي الفلوس في الاسكرو اكاونت، الحساب المشترك بين المطور وبين الدوله، مش بتدفعي المطور دايركتلي. ليه؟ عشان تفضل الدوله ان كنترول على الشخص ده. حاجات تانية عملوها زي ابلكيشن مثلا اسمه دبي ريست، ممكن الناس تخش تسيرش عليه. دبي ريست ده ابلكيشن بيساعدك او بيخليكي، دي الدوله عاملاه، بتتراك اليونت بتاعتك في البروجكت وصلت لايه. انت بتخشي، هو مثلا ليتس سي مثلا التايم لاين بتاع المشروع ده ان هو هيبتدي حفر يوم 30 يناير ليتس سي، فهتخش هيروح حد من دايره الاملاك والاراضي يوم 30 يناير على الابلكيشن ده، بيصور لك الارض اتحفرت ازاي، الحفرات دخلت حصل ايه داي باي داي لحد ما المشروع يطلع. بيبقى فيه زي تايم لاين كده بيوريك المشروع ده، بيوريك سابقات اعمال الديفلوبر ده، سلم في مواعيده، اتاخر عن تسليماته. كل المعلومات عن اي مطور وعن اي بروكر حتى في الامارات بتبقى موجوده على دبي ريست. وده على فكره حاجه حلوه قوي بصراحه، دي معلومه جديده بالنسبه لي، انا اول مره اعرفها. وفي نفس الوقت عشان حتى الديفلوبرز اللي تبقى جايه فعلا تبني ما تخلعش، مش تهريج هناك. مش حد بيتاخر اللي بيعجبني هناك والاوف بلانز حلوه، ان مفيش هناك هو في احترام للوقت قوي عامه في كل حاجه. يعني ان جنرال يعني ده هنقول ايه الفرق بين هنا وهناك في الشغل عامه، هو احترام الوقت. ان هناك اليوم ليه قيمه، في حاجه اسمها الاكتوال وركينج اورز، في حاجه اسمها وركينج اورز. الوركينج اورز دي اللي هي عدد الساعات اللي انت بتروحيها المكتب. الاكتوال وركينج اورز عدد الساعات الانتاجيه اللي انت بتنتجيها. انت بتنتجي قد ايه في اليوم. في فرق، في جاب كبيره، ان هناك الشغل شغل، وهناك الريل استيت از بزنس tracked ومونيتورد وكنترولد باي ذا جوفرمنت. حلو قوي، نايس. ممكن ده برضو عشان الدولة صغيرة أو البلد صغيرة شوية. طبعا خلي بالك هي برضو يعني متهيألي احنا هنا بلدنا برضو كبيرة، وكل شوية منطقة جديدة بنطور فيها ونديفلوب فيها وكده، فمتهيألي ده برضو بيفرق ده أكيد. معنا. بصي أنا دايما على بداية كلامي حتى قلت لك إن إحنا من أقوى الدول في الوطن العربي، ما كناش الأقوى حتى الآن في العقارات. دبي فيها مميزات واحنا عندنا مميزات، دبي فيها عيوب واحنا عندنا عيوب. يعني هي في الاخر مثلا من عيوب دبي القويه جدا مثلا الريسيل ماركت بتاعها. ان الريسيل ماركت بتاعها في ساعات تحصل مثلا حاجه اسمها، وبتلاقيها كتير جدا، حاجه اسمها ديستريس ديل. ديستريس ديل ده اللي هو حد عايز يبيع يحرق السعر، فممكن لتري مثلا وحده مثلا ب1,000,000 درهم معروضه امبارح، الجاري عارضها ب500,000 درهم عشان عايز يمشي، عايز يسافر. فالريسيل ماركت فيه شويه ستراجل كده في الريسيل ماركت بتاعهم، مش ثابت زي عندنا. احنا عندنا ريسيل ماركت لا ماسك نفسه يعني. طيب حلو قوي. ايه اذكى طريقه ان الشخص يعمل بيها فلوس؟ ايه اكتر شغلانه واذكى طريقه ان الواحد يعمل بيها فلوس؟ طيب انا في طرق كتير يعني، هي حسب انت عايز تتجه من انهي اتجاه. يعني انا honestly بشوف ان الفلوس هي مش بتتعمل، يعني الفلوس هي بتجيلك. هي انت لو عايز تعمل فلوس مش هتعرف تعملها. انت كل ما تفكر ان انا هعمل مثلا 1,000,000 جنيه، لا انت مش تعملهم، بس انت اكت او اشتغل انت تعمل 1,000,000 جنيه. هو ده او فكر ازاي فلوس تجيلك. هو ده التفكير اللي انا عايز اوصله للناس، يعني ان هو الفلوس تيجي مع النجاح. انت لو نجحت هيجيلك فلوس. هي الفلوس ما بتجيش لوحدها. انا مش هخبط خبطه تجيلي فلوس بكره الصبح، ما بتمشيش كده. لا هي الحياه بتمشي ستيب باي ستيب، وبتمشي ان انا طول ما انا متجه ناحيه النجاح بشوف انا سقفي ايه احاول اعديه. يعني انا فور اكزامبل بيزد على شغلي، انا بشوف انا مثلا فور اكزامبل خاص السوق المصري، طبعا عملت شغل كويس الحمد لله ونجحت فيه وعملت، طب ما ابتدي اشوف سوق تاني افكر فيه، السوق الاماراتي. طب السوق الاماراتي خلاص بدات اشتغل فيه، وعندي بلانز لستيب 3 و4 و5. يعني مش لازم ابقى 100% هعملهم، بس انا عندي بلان وعندي ستيبس انا هروح فين كمان 5 سنين. السؤال اللي هو كليشيه بتاع الانترفيو، أيوة. انت هتعمل كمان 5 سنين، شايف نفسك فين كمان 5 سنين؟ انا شايف نفسي فين كمان 5 سنين. هل ابقى هناك ولا لا؟ I don't know, you never know. بس اللي انا متاكد منه ان انا I'm planning ان انا اروح هناك، ان انا بأهل نفسي ان انا اروح هناك في المكان اللي انا عايزه، ان انا باخد كل الستبس توديني هناك عشان افهم فلوس. طيب وازاي بتعرف ان الشخص اللي قدامك ده شخص ناجح ولا بتاع كلام وشو بس على الفاضي؟ هجاص يعني. هجاص. طيب بص اقول لك على حاجه، دي شغلانتنا. يعني احنا شغلانتنا في الريل استيت انا بشوفها كده مع، يعني في ناس كل واحد بيشوف شغلانه بطريقه، بس انا بشوف ان انا شغلانتي ان انا ببقى قاعد مع البني ادم اللي قدامي بحلل شخصيته، يعني بحلل كلامه. انا بهتم قوي بالتفاصيل في الكلام. يعني انا بالنسبه لي ما باخدش قوي اللي انت بتقوله
او ما بسمعش، ببقى سامع جزء كبير من انت بتقوله، بس انا عارف ان في الباك هيد حاجات تانية خالص دايره، اوكي، بتبقى باينه على وش اللي قدامك. في ناس بيبقى باين عليهم اللي هو انت قاعد مع واحد بيحسسك ان هو يعني يا ما هنا يا ما هناك، وهو في الاخر اصلا بابي مديله القرشين عشان يعمل بيهم البيزنس اللي هو فشل فيه، فاهم قصدي؟ which happen انا مش متضايق منك، برافو عليك، او يعني برافو على باباك ان هو وصل لكده، بس ما تحسسش ان انت عملت حاجه وانت ما عملتش حاجه. وان ذا اذر سايد بتلاقي واحد طفل صغير ليترلي عنده 19 20 سنه، وانا قاعد معاه منبهر باللي هو بيعمله، منبهر بدماغه، منبهر بالتفكير بتاعه، وان ازاي هو معدينا كلنا كتفكير. هي في الاخر الشخص بيبقى يعني الشخص من كلامه من مجرى حديثه، وكل ما تعرفيه اكتر وكل ما تتكلمي معاه اكتر بتعرفي اذا كان الشخص ده هجاص ولا الشخص ده فعلا بيعمل حاجه في حياته. فعلا دي حقيقه، يعني بنشوفها كتير، يعني بنشوف امثله كتير. حليل شخصيتي. فاكر اول مره لما قعدنا مع بعض؟ اكيد اكيد كان باين عليك كل حاجه. طيب ليه اخترت الريد كولابوريشن واستفدت ايه منها؟ بص انا هقول لك على حاجه. ريد كولابوريشن خلينا اقول هو انا ما اخترتهاش، خلينا اقول لك بصراحه يعني احنا اتس ا ميكس اند ماتش زي ما بيقولوا، يعني هو ده كان بيرفكت ماتش بالنسبه لي، يعني زي ما بيقولوا احنا كده ايه، كانت علاقه بيرفكت ماتش. الشركتين دول لا احنا ماشيين نفس المنتاليتي، نفس الايديولوجي، نفس الكونسبت. الحاجه التانية بقى وده بالنسبه لي الاهم، يعني طبعا اخواتي الكبار والاساتذه بتوعنا مستر خالد وبناني ونظمي، ويعني الناس اللي شغاله في الشركه دي انا اعرفهم من 2015 من اول ما دخلت المجال. وكنت شغال معاهم في ايام كوردو بانكر، كنا عاملين حاجه برضه سب كومباني تحتهم، كانت الشركه بتاعتنا كانت سب كومباني تحت كوردو بانكر، فاوريدي انا جربت الشغل معاهم قبل كده. اوكي. والمره دي كان الموضوع بقى كان مختلف. المره دي كان الموضوع هو مش هم مش بيبصوا على رد او مش بيبصوا على نفسهم، هم بيبصوا على كلمه كولابوريشن. هم عايزين يكبروا الكولابوريشن، هم عايزين يعملوا حاجه بشكل محترم، بشكل نيت، بشكل زي بيقولوا يعني. كنت زي ما بقول زمان انا عايز اغير فكره البروكر او السمسار، ان انا سمسار، شغلانه سمسار، يعني انا بشتغل سمسار، فما اقدرش اقول مش بانكر ده، بس انا كنت عايز اغير فكره او شكل السمسار عند الناس. ولقيت ان هم بيشاركوني نفس الفكر، يعني ان احنا الناس مش بننصب، مش بنحاول ان احنا نقول لعميل، يعني انا فعلا بعمل الديو ديليجنس بتاع البروجكت قبل ما بديه للعميل، وببقى عارف البروجكت ده رايح فين وهيحصل فيه ايه بشكل كبير. لان في ساعات طبعا يعني ما اقدرش ان انا انكر، ساعات ما بتبقاش مظبوطه، ساعات بيحصل ميستيكس من عندنا او من عند المطور او من، بس بنحاول بقدر الامكان نمينيمايز الريسك ده، ان احنا نقول للكلاينت حاجه ما تحصلش. اوكي. وهل النجاح ليه سن من وجهه نظرك؟ لا خالص، بالعكس. انا لسه كنت بقول لك من شويه، انا شفت ناس، انا اكتر واحد علمني في حياتي وفادني في شركتي كان اصغر واحد دخل الشركه دي، كان عنده 19 سنه، كان طالب في الجامعه في سيركيوز يونيفرسيتي في امريكا، كان جاي مصر اجازه 6 شهور، كان ما اعرفش كان عنده زي جاب يير، كان واخد جاب يير هو، وجاي مصر اشتغل معانا لمده سنه في الشركه. ده اكتر حد فرق في الشركه عندي. أوكي. اكتر حد عمل ديفرنس، وتعلمت منه كتير جدا جدا جدا، واستفدت منه كتير جدا جدا فوق ما تتخيل يعني. طب وبتعرف تميز الريل استيت ايجنت ان هو كويس وكده ولا لا؟ يعني ان هو شاطر فعلا وان هو كونسلتنت بجد، ولا بيهبد باختصار؟ خليني صريح معاكي، ابقى صريح يعني زي كريستال كلير يعني بصراحه. احنا 85% من الريل استيت ايجنتس اللي في مصر ما ينفعش يشتغلوا في الشغلانه دي بصراحه. 15% منهم او 10% منهم بس هم اللي مؤهلين. طب انت شايف ده علاجها ايه؟ مالهاش علاج. هي علاجها ان تو بي اونست معاكي، هو على فكره في كل حته في العالم نفس الكلام، لان هي شغلانه فلوسها كتير وارباحها كتير، ولما حد بيقفل ديل بيجي له رقم كويس والدنيا بتبقى معاه كويسه، بس الناس مش باصه على الدارك سايد بتاعها. الناس دايما بتشوف انا ايه ده بيخش له ارقام كبيره جدا، ده بيخش له. طيب هو on the other side هو مش بيخش له مرتب ثابت، هو ما عندوش دخل ثابت، هو ما عندوش دخل، هو مش عارف ان اخر الشهر هيجي له كذا، هو ممكن يقعد 3-4 شهور ما يبيعش. هو شغال مع زي ما بيقولوا بورصه العقارات طلعت هو مش بيبيع، العقارات نزلت، هو ممكن يقعد سنه في البيت ما يبيعش. بتحصل it happens للزجاجه شاطرين جدا. بس العقارات عامه ما بتنزلش خالص يعني. لا مش بكام تنزل، بكام الديماند ينزل. الديماند في الاخر في ديماند، يعني زي في فترات بتحصل الديماند فيها بيقل، في فترات بتحصل الديماند فيها بيطير. اوكي. فخلينا نبقى صراحه مع بعض. السيلز اللي بيشتغلوا في كتير جدا منهم هم غير مؤهلين، وبيسوقوا سمعه السيلز المؤهلين، بيسوقوا سمعتهم بجد.
انا بالنسبه لي السيلز اللي بيسالني انا عملت كام ده اول واحد بعرف ان هو غير مؤهل. يعني اول ما السيلز يجي هو بيتكلم مع مثلا يفتح كلام مع كلاينت، اوكي لسه بيتكلم مع كلاينت بكلمتين لسه ما كملش الكلمه الثالثه مع كلاينت يجي يقول لنا يا جماعه هو انا عملت كام؟ عملت كام ايه؟ هو انت عارف اصلا انت هتقفل ما هتقفله في انهي ديفلوبر ولا ما هو في الاخر انا شغلانتي ككونسلتنت غير المطور. اكون كين على الكلاينت اكتر. اكون بالظبط ان انا الكلاينت ده انا بوجهه. هو الديفلوبر في الاخر النهارده انت لو رحت الديفلوبر تاني اكس اوكي وديفلوبر واي، ديفلوبر اكس هيقول لك ديفلوبر واي ده اسوأ حاجه في الدنيا وديفلوبر واي هيقول لك ديفلوبر اكس اسوأ حاجه في الدنيا. طب اعكس بقى نفس السيلز دول، السيلز كان ماسك اكس ودي شركه واي هيروح بكره يقول لك واي ده احلى في الدنيا واكس صح. فده الديفلوبر وده شغلانته. انا ما اقدرش الومه على اللي هو بيعمله لان هو في الاخر بيروح يشوف البوزيتيف سايد او هم بيدوا له البوزيتيف سايد بتاع المشروع ويدوا له عيوب المشروع التاني بيعلموه له. لكن انا كشغلانتي كبروكر ان انا اعرف الفرق بين ده وبين ده، بين المطور الكويس والمطور الوحش، اعرف البروز اند كونز. فانا النهارده انا في عمولتي ممكن تبقى مثلا ديفلوبر اكس بيدي السيلز عندي انسنتيف والديفلوبر واي ما بيدوش انسنتيف، فالسيلز عايز يشتغل على الديفلوبر ده بس. لا انا ده بالنسبه لي مش سيلزجي، ده بالنسبه لي ما ينفعش انت تبقى سيلزجي. ان السيلز اللي بيخلي حاجه اسمها ريتيننج كلاينت، انت بتبيع للكلاينت في الحته اللي هو تبقى مناسبه ليه هو مش ليك انت. اوكي ليه مناسبه ليه هو؟ لان الكلاينت ده النهارده انت دايما انا بقالي شغال في الشغلانه دي تقريبا داخل اولموست 10 سنين. اوكي انا تقريبا نسبه 85 ل 90% من الكلاينتس بتوعي لحد يومنا هذا هم نفس الكلاينتس من 10 سنين فاتوا. ليه؟ لان خلاص خد معايا اول مره واشترى وباع وكسب واجر وعمل فخلاص بقى بالنسبه لي ان انا بقول له هات شيك بتاعك حطه هنا، هو مش بياخدها كان هو انا شريف بيقول لي هات شيك عشان ياخد عموله من ورايا. لا هو انا اكيد هاخد عموله من وراك لان دي شغلانتي وده انا ده اكل عيشي وده رزقي، بس at the same time انا هكسبك 20 ضعف العموله. فاهم قصدي؟ فهو ده الفرق بين السيلز او البروبرتي كونسلتنت. اوكي وسوري في الكلمه ومش قصدي تقليل منهم خالص ولا اي حاجه، والسمسار بشمسيه في الشارع بتاع الموديل القديم. طب ما هو ايه فرق السمسار بشمسيه ان هو يا باشا انا هديك عموله في الشقه دي 50,000 جنيه فهيتشقلب عشان يبيع الشقه دي، لو قلت له الشقه اللي فوقيها هيقول لك الشقه اللي فوقيها شقه بشعه. اوكي لكن لو جيت النهارده قلت له على الشقه بتاعته دي وهي نفس الحاجه هيقول لك اوه ده دي بقى يا باشا هي الفوزليكا وهي في الاخر ولا 9 جنيه اصلا هم نفس الشقه بالظبط. فاهم قصدي؟ ففرق البروبرتي كونسلتنت عن السلزاجي العقارات اللي احنا عارفين بيعمل ايه يعني. ده بالنسبه honestly الموضوع كولد كوز دي حاجه صعبه جدا، خلينا نكون بصراحه يعني هي حاجه صعبه جدا. انا عرفت يا جماعه انا راجل معاكم في انا يعني طبعا بحترمهم جدا وما اقدرش ان انا اقول لهم يعني ده شغلهم وده هم ده تارجت. الناس بتتعب وناس بتشقى وناس ده مجهود رهيب. انا بتكلم على اصحاب الشركات، انا بتكلم مينلي على اصحاب الشركات وبتكلم مينلي على اصحاب القرار. اوكي في القصه زي دي. والحمد لله ان النيابه العامه احالت بالم هيلز واحالت شركه تانية للتحقيق بسبب الكولد كولز. ده خبر انا ما اعرفش ده اكيد ولا لا بس ده خبر موجود في الجرايد. ف ليه؟ لان الكولد كولز دي حاجه صعبه جدا، دي انترودنج للبرايفسي بشكل مرعب. يعني حتى انا بيرسونلي بيجي لي كل يوم 20 30 مكالمه بيجوا لي بقى ايه اللي هو صح. حضرتك سجلت معايا وكنت مهتم وكلمتك الشهر اللي فات، كلمت مين يا ابني؟ وانا كنت مهتم ازاي وانا اصلا يعني انا هسيب شركتي واسيب العيال السيلز اللي عندي واروح مع سيلز بره يا فندم؟ انا متاكد اقول لي يا حبيبي انا بروكر. دي حقيقة. لا يا فندم بس حضرتك اكيد كنت مهتم يا ابني. مهتم ايه يعني؟ انا بقول لك انا بروكر خلاص يا فندم كول. بحاول احترمهم بحاول اكلمهم باحترام فعلا لان هم شغلانتهم وكل حاجه، بس الموضوع بقى اوفر يا جماعه. كفايه كولد كولز، كفايه كولد كولز. استخدموا ماركتنج زي ما هو الناس بيعملوا اهو. دي دعايه، هو ده الدعايه المظبوطه، انت تعمل دعايه لنفسك للبرودكت بتاعك، تعمل براندنج مش تانترود حياه الناس. صح. طيب بما انك بقى عندك اكسبيرينس حلوه بره وهنا برضو، اشتري دلوقتي ولا استنى؟ هنا ولا بره؟ depends. ممكن تقولي على الحالتين. اشتري امبارح. اشتري امبارح في الريل استيت ان جنرال. اشتري امبارح دايما احسن يوم تشتري فيه كان امبارح. اوكي ده ريل استيت بالنسبه لي. طب معنى انا اشتري امبارح يعني ما اشتريش النهارده؟ لا يعني اشتري النهارده وبكره وبعد، يعني قصدي ان هو في اليوم اللي انت فيه دايما ده احسن تشتري فيه في العقار سبيسيفيكلي. ديستنيشنز ايه او اماكن ايه؟ هقول لك حاجه قصه ان دايما يقول لك العقارات
بتترنح في القاعة العقارية، العقارات هتموت. يا جماعة كفاية، يا جماعة اتفرجوا على افلام ابيض واسود. الشقة كانت في الزمالك ب 35 جنيه و40 جنيه أيوة. ومالها شقة المقطم مالها شقة يعني فاهم قصدي؟ فاللي هو كان الارقام مختلفة كومبليتلي عن الارقام دلوقتي. اوكي، واحنا كانت الناس ساعتها بتشوفها يا خبر ابيض صاير 300 جنيه. كان في افلام ابيض واسود موجود، الحاجات دي موجوده يعني. هي الافلام بتبقى موجوده عشان تدوكيمنت حقبه زمنيه، صح. الكلام ده دوكيمنتد، انا مش جايبه من بيتي يعني. هو فعلا دي كانت الارقام. وهيقول لك يعني الشقه هتوصل 50 مليون جنيه. هتوصل 50 مليون جنيه، هتوصل 100 مليون جنيه، لان في حاجه اسمها ديفالويشن بيحصل كل سنه عندنا. فالسعر قيمه العمله بتاعتنا للاسف بتقل قصاد قيمه الدولار. واحنا كل الحاجات اللي بنستخدمها في الكونستراكشن بتجيب بالدولار، فغصبا عننا بنحاول لازم هنوازن السعر وهنرفع الاسعار عشان توازن الدولار. فكده كده العقار هيفضل يزيد. اوكي، العقار ما هيبطل يقل. الحاجه التانية بقى، اي بلد في العالم، اي حته حاجه في العالم، اي برودكت في العالم هو مبني على ايه؟ سبلاي والديماند، صح؟ طيب انت عندك الديماند عامل ازاي؟ كبير بصراحه. احنا 100 مليون دي حقيقة. اللي جوه اللي احنا عارفينهم يعني، او 106 ولا دول اللي احنا عارفينهم. مش عارفين وصلنا كام دلوقتي بالظبط. في بعض المهم يعني ان احنا 106 مليون بني ادم. اوكي، ال 106 مليون بني ادم دول لو 10% بس ما بيبطلوش يتجوزوا ويخلفوا ويتوفاهم الله. اللي بيتوفى الله ده ما هو عيله بيورثوا، فبيجي لهم فلوس فبيبقوا عايزين يستثمروها. طب اللي ابنه بيتجوز عايز يجيب له بيت. طب اللي ابنه بيخلف عايز يأمن عياله وعيال عياله وعيال عياله. صح. واحنا عندنا طبعا احنا مصريين الفلاحين او الصعايده ما بنستناش حتى ان هم لا مش بس كده، عندنا حاجه اسمها ارضي عرضي. اوكي، ارضك هي عرضك. فدايما او ملك. ودايما عندنا في مصر عندنا حاجه كده على طول، ان الستات او العائلات يقول لك لا انا بنتي تقعد في بيت ملك ما تقعدش في رغم ان الايجار في العالم كله حاجه، بس يعني احنا في مصر لا ملك. دي حقيقه. اشتري بيت لبنتي بقى البيت باسم العريس. طب تمام اوكي. فده منتاليتي مش هتتغير. فانت الديماند عندك عمره ما هيقل. اوكي، الديماند ممكن يقل على الاستثمار في فتره وبيرجع يعلى تاني. والمستثمر الذكي الهانتر اللي بيشتري في السوق ده، لان احنا السوق لما بيهدى شويه بيبقى اسمها بايرز ماركت. اوكي يعني ايه بايرز ماركت؟ سوق المشتري. أيوة اللي معاه كاش اقوى من البايع، زي اللي حصل في ساعه الكورونا على فكره وساعه الثوره وساعه الكلام ده كله. الناس كتير كان بتخاف وبتسيب البيوت. بتقلب بقى بعد كده لما الدنيا بتظبط بتقوم قلب حاجه اسمها سيلرز ماركت. صح. يبقى اللي اشترى ده هو الطرف الاقوى. انت بتاخد مني جنيه ذهب، انا بديك جنيه ذهب او بديك العقار ده بيساوي جنيه ذهب وبيعلى. هو ساعتها بيترجك، المشتري بيترجك لان فلوسه ما بقاش لها قيمه لما السوق بيبتدي يطلع، which will happen كده في مصر. اوكي طيب هسألك سؤال. ايه اكتر حاجة اتعلمتها ونفسك غيرك ما يقعش فيها؟ يعني عديت بيها وتعلمتها وحصلت لك؟ consistency. اوكي، استمرارية. دي تمام. اكتر حاجة انا اقدر اقول ان انا اتعلمتها، خدتها the hard way. ان انت تبقى في البيك وتنزل وتطلع وتنزل وتطلع، وده مش عيب من حد ولا هتقدر تلوم حد. انت كل ما بتلوم بني ادمين دايما يعني، او بتلوم حد غير نفسك هتفضل فاشل. لوم نفسك الاول يعني. دايما ما تحطش الغلط على حد. انا عندي كونسبت ده، لوم نفسك الاول يعني. اوكي ممكن يكون في ظروف ما كانتش متاحه ليك، ممكن يكون في حاجات عكوسات حصلت معاك، بس at the end of the day طول ما انت فايتر، طول ما انت بتفايت، طول ما انت بتسعى كل يوم تصحى من النوم تسعى انا هعمل حاجه النهارده، انا هوصل لحاجه النهارده، انا ان شاء الله ربنا هيكرمني النهارده، وتلتزم في حياتك وتحاول يعني تلتزم في حياتك يعني definitely تحاول تلتزم في حياتك وتحاول تركز في مستقبلك، وتحاول تركز ان انت ما فيش حاجه تنفعك في الدنيا غير شغلك. يعني انا دي خدتها the hard way، بس الفاكت ان مفيش حاجه في الدنيا بتنفعك غير شغلك. وهسألك سؤال. شور. How many times did you get depressed؟ لا كتير. مش depressed. بص الحمد لله I've never been depressed يعني. الحمد لله انا انت عارفاني انا شخص يعني فرفوش. لا انا فاكر احب اضحك على بهارات فرفوش. يعني. احب الحياه بس لا يعني I did not get depressed. I cannot say I got depressed، بس I got demotivated ممكن اقول يعني. جات لي فترات كنت demotivated فيها، جات لي فترات اللي هي اللي انا بقول لك عليها بقى دي، اللي هي حته اللي هي الترنح زي ما بيقولوا. الحته دي هي اللي علمتني يعني honestly انا الحمد لله ما بندمش على حاجه
يعني حلوه وحشه غلط صح. لا وانت ريسك تيكر عامه. انا بحب اخش بدماغي ونشوف هيحصل ايه يعني. دي حقيقة. ربنا يكرمنا فاهم. كولابوريشنز بقى. يعني بالظبط فاهم. ده اكبر ريد فلاج ده عامه. انا ريد فلاج. انا بتكلم بجد يعني من بعيد عشان المايك. المهم يعني لفي حوالي. فالمهم يعني ان انا بشوف صراحه ان الشخص اللي هو بيبقى عايز يعمل حاجه ومركز فيها وما بينزلش. يعني هقول لك على حاجه، انا عارفه مين اكتر لعيب كوره بحبه يعني. فور اكزامبل خلينا نروح بس للكوره ثواني. اكتر لعيب كوره بحبه مثلا فور اكزامبل او انا شايفه بالنسبه لي كان ببص له يعني صلوحه طبعا ده كده في ليفل الوحش، ده كونسيستنسي ليفل الوحش اوكي. بس مش هتكلم على صلاح، انا هتكلم على لعيب تاني، محمد النني ده لعيب ممكن تبقى مش عارفاه اصلا لان هو مش انا بقول لك اللي مش كلهم مش عارفينه بس ليهم في الكوره يبقوا عارفينه. اوكي. محمد النني ده لعيب مستواه المهاري او الكروي متوسط جدا اوكي. يعني هو لعيب قوي جدا ولعيب عالمي، بس هو كتكنيك كوره وكمهارات وككل حاجه لعيب متوسط، بس الكونسيستنسي بتاعت شغله مرعبه. فوصل ان هو بقى بيلعب في ارسنال، قعد حوالي 8 سنين في ارسنال اللي هو واحد من التوب انديه انجلترا. مشوه راح اعاره لتركيا ورجعوه تاني، وده اكبر دليل على ان هو لعيب مهم في اوضه اللبس ولعيب مهم في التمرين ولعيب مهم كان بينزل في ماتشات كروشال يلعب اساسي. وعلى فكره بايدوي هو اللعيب الوحيد المصري اللي جاب جون في برشلونه في الكامب نو. فيعني ده لعيب بشوف الليفل اوف كونسيستنسي بتاعه هو اللي وصله ان هو يفضل في ارسنال لمده 8 سنين ليه استمراريه. فهي لو انا هنصح حد بحاجه في حياتي، خليك كونسيستنت، اعمل اقصى ما عندك كل يوم حتى وانت تعبان، حتى لو دي موتيفيتد زي ما حصل لي. حاول انت تلاقي موتيفيشن لنفسك تاني، حاول انت تلاقي حاجه لنفسك تعملها تخليك مور موتيفيتد، تخليك تقوم من النوم انا هكسر الدنيا. صح. هي دي اللي انا اقدر اقوله يعني. انا هورس رايدر اصلا بس خلاص بجد. انا ركبت مره هورس، ممكن احكي لكم على الهورس والله العظيم كانت فضيحه لما كنت هورس رايدنج ده والله العظيم، لان انا ركبوني هورس عربي اصيل اوكي. كان قلت بوني ولا حاجه. لا العربي وقال لي ده اهدى حصان عندنا. وانا طبعا انا لا بعرف اركب خيل ولا عمري ركبت خيل، بس انا بحب اجري يعني بحب اخد حاجه واطلع فاهم قصدي. فخدت البتاع وطلعت. انا ما اعرفش ان هو فعلا باللمس العربي ده باللمس. ايوه فليترلي انا لما هو بيجري فانا بقيت بتنطط فوقيه، فانا بتنطط برزع اكتر اوكي. فهو بيجري اكتر فانا مش عارف اوقفه ازاي، فبشد ورا انا بديله اوردر اقف وبديله اوردر اجري في نفس الوقت، فانا مش عارف كنت هدلق من عليه. فلحد بقى فضلت قاعد ماسك لحد ما مسكت في شعره ووقفت بالعافيه في الاخر يعني. بعد كده فهموني بقى اقول لك على تكنيك صغير قوي. ايه في رجلك؟ لا تكنيك بسيط قوي. لما تلاقي الحصان كده يمين وشمال كده هيقف بس كده. الموضوع سهل. انا اول مره بس عربي يمين وشمال كده هيقف. سايد ستوري بس يعني عجبتني موضوع خيال بجد يا شريف. انا اتبسطت جدا، القعده كانت لذيذه قوي ودمك خفيف كده وعدت بصراحه بجد. ثانك يو سو ماتش. واحنا سو براود ان انت معانا اصلا في الكولابوريشن. ثانك يو للتيم كله. ميرسي لكم جدا. ميرسي.